قسما بالله الا واحد العدد منهم ورث ما قدش يمشي في حالته، حتى يقول غير غادي نمشي في حالتي الخصوم ديالي غيجبدوا لي الدوسي ديالي، ولذلك مصمم يبقى في انتخابات تيموت. واش ولينا واحد اخذ عليكم بالله دابا غدا بغينا نحكموا وزراء وولاتوا عمال، كي غنديروا كبار المسؤولين؟ دابا واحدين مع رئيس مقاطعه، ودابا هذه بلاد اللي فيها رئيس مقاطعه شفار وبالوراق وما مشاش للحبس وما رجعش الفلوس. هذه راه معضله كبيره في البلاد. نخليو مصريه ونصوص المال العام يتحمل المسؤوليات العموميه، راه مشكل كبير في البلاد، راه خطر على البلاد. جماعتين وهميتين في البلان ديال وزاره الداخليه في كل شيء كيتخلصوا الماليه ملايير ديال الدراهم. عندنا الاداره فيها البيروقراطيه، فيها الفساد. عندنا منتخبين، واحد العدد ديال المنتخبين المسؤولين في هذه الجهه ملي كتسمعوهم كيهضروا كتقول قلبهم على الوطن وعلى البلاد، انما يستعملون الوطنيه لمراكمه الارباح ومراكمه الثروه. اليوم الاخوان خصكم تعرفوا بان المغاربه وصلوا واحد المنسوب كبير ديال فقدان الثقه. تتقول لهم النقابات تيقول لك والاش من النقابات انت، كتقول لهم الاحزاب تيقول لك والاش من الاحزاب، كتقول لي الجمعيات تيقول لك والاش من الجمعيات، تتقول لي الصحافه تيقول والاش الصحافه الصفراء وكلشي بايع الوراق وكلشي كذا. الدوله الاداره والو الاداره الرشوه الخوات كذا الى اخره، الانتخابات كذا كذا، الملفات في المحكمه حق راه تيحاكموا اللي بغاو واللي فيه بغاو فيه الخدمه. فيما يتعلق باملاك الدوله التي طرق لها صافي الدين، وهي تفويت واحد المجموعه ديال العقارات العموميه في هذه المدينه باموال او بمبالغ بخسه. والخطير في الامر الاخوان هو ان مجلس او لجنه الاستثناء، انتم كتعرفوا لا كوميسيون ادوك في الولايه تتراسها الوالي، كيف ان هذه اللجنه اعطت غطاء للفساد وتفويت عقار عمومي لبعض الاشخاص. يا سبحان الله، بين عشيه وضحاها من رجال السياسه ومسؤولين في احزاب سياسيه في هذه الجهه، ومنهم من هو ممنوع من السفر واغلق الحدود في حقه وسحب منه جواز السفر، ويشغلون مهام قياديه في احزاب في هذه المدينه. كيف انهم لتبييض هذا الفساد امتهنوا مهنه المنعشين العقاريين، منعشين عقاريين، وتقدموا بطلبات للحصول على اراضي للدوله، وفوتت لهم باثمان بخسه جدا تحت ذريعه الاستثمار. واش الاخوه اللي يدير ستاسيون في مساحه كبيره جدا مخدم معاه 3 الناس، واش هذا استثمار؟ هذا كتسخر ليه الدوله باش يربح، لا اقل ولا اكثر. اذا هذا الملف ديال املاك الدوله مورطين فيه واحد العدد السياسيين، واحد العدد ديال المسؤولين في الادارات في هذه الجهه. الملف كان عند الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، استمعت الى الاقصى الدين البودالي، وحيل الملف الان على الوكيل العام. نتمنى من الوكيل العام ان يتخذ قرارا في هذه القضيه، لانها من القضايا الشائكه. ملف رئيس فريق البان بمجلس النواب معروض على غرفه الجنايات الابتدائيه، وكان بالمناسبه رئيس بلديه ايتوري، معروض على غرفه الجنايات الابتدائيه، درج في عده الجلسات، اخرها تغيب فيها المعني بالامر بدعوى تكليفه بمهمه خارج المغرب. الملف تم تاخيره الى يوم 25/5 من طرف غرفه الجنايات الابتدائيه. ملف بلديه قلميم المقترن باسم المرحوم عبد الوهاب الفقيه، هذا الملف توبع فيه 17 متهم، بوفاه عبد الوهاب الفقيه يصبح 16. انتهى فيه التحقيق وحيل على غرفه الجنايات، فيه العديد من المتهمين في بلديه قلميم ومقاولين وموظفين، مدرج بغرفه الجنايات الابتدائيه قيد المحاكمه من اجل تهم تتعلق بالفساد المالي، ومدرج بجلسه 25/5. ملف حسن الدرهم الذي كان سابقا رئيس بلديه عيون المرصى، الى جانب متهمين اخرين. بدلت فيه هذا الملف، هو ملف خطير جدا، ماشي خطير بمعناه الوصف القانوني، ولكن بطريقه تبديد واختلاس اموال عموميه بطريقه في وضيحه النهار. هذا الملف معروض اليوم بعدما انتهى منه التحقيق، غرفه القاضي التحقيق
قاضي التحقيق قرر عدم متابعة 3 متهمين أشخاص لعدم ثبوت الأدلة في مواجهتهم. الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد طعن في قرار قاضي التحقيق بخصوص هاد الثلاثة أمام الغرفة الجنحية، استئناف أمام الغرفة الجنحية. الغرفة الجنحية أيدت قرار قاضي التحقيق وطعن فيه الوكيل العام بالنقد، بمعنى هذا المثل حسن الدرهم حتى هو فواحد جزء منه من بعض المتهمين غير المتابعين، والنيابه العامه كتطلب المتابعه ديالهم وطعنت بالنقد، وراه في محكمه النقد دابا في الرباط. كنتسناو الملف يرجع باش يمشي حسن الدرهم ومعه وواحد المتهم اخر هو معروف سميتو الرزمه، محمد رزمه ولا احمد رزمه ديال الاحرار، حتى هو كذلك متابع في هذا الملف باش يتحال غرفه الجنايات الابتدائيه للشروع في محاكمتهم من اجل الافعال المنسوبه اليهم. قبضت العيون ثم تبعتوا كيفاش ان الناس وصلت درجه انه تنشا جماعات وهميه، جماعات ترابيه وهميه، جماعتين وهميتين في البلان ديال وزاره الداخليه في كل شيء، كيتخلصوا الماليه ملايير ديال الدراهم وتحولوا لهم فلوس باسم الشركات وباسم كذا وباسم كذا. ها هو دابا عند محكمه الاستئناف في غرفه الجنايات. بالنسبه للرئيس السابق للجهات تنسيف الحوز، مراكش تنسيف الحوز، تطرق ليه الاخ صافي الدين اللي كيتعلق بالسيد عبد العالي دومو، معروض على غرفه الجنايات الابتدائيه، حتى هو عنده جلسه 25/5. اضيف الى ذلك واحد العدد ديال الجامعات، باش تقولوا راسكم بالجامعات، جامعه العامريه في نواحي القلعه، جامعه امكر في نواحي التصويره، جامعات العطاويه، شيشاوه، جامعه في الجماعيه، اليوسفيه، اسفي، هادو كاملين دوك الصغار قادين بهم هما تيتبعوهم. هذاك الشيء ساهل. حنا ركزنا لكم على القضايا الكبيره السيد عبد الله، وذكركم ايضا رئيس المجلس الاقليمي للصويره، هذا نسيتو، الرئيس السابق للمجلس الاقليمي للصويره اللي تقال عليه واحد العدد ديال القضايا الان معروض على غرفه الجنايات الابتدائيه. تابعوا قاضي التحقيق هو واحد المقاول، هو الان معروض على 25/5 في غرفه الجنايات الابتدائيه. ونفس الشيء رئيس المجلس الاقليمي الحالي راه متابع حتى هو في ملف ومحكوم ابتدائيا ب2 اذا غادي نكون واقيلا تقريبا كازينو السعدي راه دوينا فيه ما يكفي. قبضة العيون، املاك الدوله، هذا الملف ديال الخزين العام للمملكه اللي طرق ليه الاخ صافي الدين، كيفاش السيد دار شركه وفيه 2 القاصرين ولادو ومعاه شريك اخر، تفوت ليه الارض في ترقه بحال اللي تفوتت لهادو الاخرين حتى هما بواحد الثمن رمزي ديال 600 درهم. بغى يبني واحد المركب، مشروع سياحي استثماري، بدا فيه ما سالاهش فوتو. الملف عند فرقه الجهويه للشرطه القضائيه، تصنتت الاخ صافي الدين البودالي تقريبا شي 4 سنين دابا ولا 5 سنين، 4 سنين دابا باش تصنتوا ليه. رجع عند الوكيل العام، اختفى هذا الملف، اختفى، ما قال لنا فيه الحفظ ولا فيه المتابعه ولا حتى حاجه. اذا هذا الملف هو حتى هو قيد البحث التمهيدي من طرف الشرطه القضائيه. دورنا هو ان نثير انتباه الى الانزلاقات ومظاهر الفساد في التدبير العمومي، وان نثير انتباه الى ان الافلات من العقاب يشكل خطوره على التنميه وعلى مستقبل المجتمع، وخطوره الفساد ونهب المال على هذه الجهه. كيف يعقل ان الناس، حنا ماشي الناس اللي يديروا الثروه، حنا مع الاستثمار، المنتج للدخل والمنتج للثروه، وحنا مع الناس اللي عندهم فلوس، لكن شريطه ان تكون هذه الاموال من مصادر مشروعه. ولذلك بالمناسبه كنقولوا ما يمكنش يكون الاستثمار في بيئه فيها الفساد، لا يعقل. والا هذا النموذج التنموي اللي تيقولوا دابا، وهذا الورش ديال الاستثمار اللي تيعولوا عليه دابا، والمشروع ديال التغطيه الاجتماعيه والتغطيه الصحيه اللي تيعولوا عليه دابا، من دابا 10 سنين غادي يقولوا للمغاربه ثاني راه فشل. انا نديروا شي نموذج اخر جديد، انا نقلبوا ثاني على شي ورش اخر، انا نجمعوا الناس ثاني الخبراء والمنظرين وكذا ونهضروا ثاني. راه هاد الاوراش المتعلقه بالتغطيه الصحيه والاجتماعيه والمتعلقه بالمشروع ديال الاستثمار الذي يراهن عليه ليشكل رافعه اساسيه للتنميه، راه لن يكتب له النجاح في مناخ فيه الفساد، فيه الرشوه، فيه الريع، فيه الافلات من العقاب. راه الافلات من العقاب يشكل خطوره. اليوم الاخوان خصكم تعرفوا بان المغاربه وصلوا واحد المنسوب كبير
ديال فقدان الثقه. تتقول لهم النقابات تيقول لك واش من نقابات انت، كتقول لهم الاحزاب تيقول لك واش من الاحزاب، كتقول لي الجمعيات تيقول لك واش من الجمعيات، تتقول لي الصحافه تيقول واش الصحافه الصفراء وكل شيء بيع الوراق وكل شيء كذا. الدوله الاداره والو الاداره الرشوه الاخوات كذا الى اخره. الانتخابات كذا كذا. الملفات في المحكمه حق راه تيحاكموا اللي بغاو واللي فيه بغاو فيه الخدمه. يعني اصبحنا امام واحد الواقع خطير جدا، خطير جدا لا يجب ان يستمر. راه مصداقيه المؤسسات وهيبه المؤسسات راه رهينه بضخ واحد جرعات كبيره ديال الامل باطلاق السراح ديال الصحفيين وديال المعتقلين وديال المحاكمات المفسدين ونصوص المال العام وناهبي المال العام والقطع مع الفساد ومع الرشوه. راه 50 مليار ديال الدرهم سنويا، 50 مليار ديال الدرهم سنويا كتمشي في مجال الصفقات العموميه. 5% من الناتج الداخلي الخام تكلفه الفساد في البلاد. عندنا مناطق في الحوز ما عندها ما تشرب، ما عندها سبيطارات، ما عندها مدارس. عنده ولد الا عضته غير على القربه خصو شحال باش يوصل للسبيطار. عندنا الاداره فيها البيروقراطيه، فيها الفساد. عندنا منتخبين، واحد العدد ديال المنتخبين المسؤولين في هذه الجهه ملي كتسمعوهم كيهضروا كتقول قلبهم على الوطن وعلى البلاد. انما يستعملون الوطنيه لمراكمه الارباح ومراكمه الثروه. انهم يشكلون خطر على الوطن، لذلك يجب ان يكفوا عن الحديث عن الوطن والمصلحه العليا للوطن. هؤلاء مجموعه منهم راكموا ثروات مشبوهه على المغرب اليوم امام مفترق الطرق، يا اما ان يقطع مع الفساد والرشوه والافلات من العقاب، يا اما وهذا عدم القطع مع الفساد والرشوه واستمرار كذا شجعات محمد مبدع يتراس للمؤسسه اللجنه. ما قالش راه غادي نتعاقبوا، لا راه ماشي مشكل، لا شوفوا الجرأه والشجاعه فين وصلت. ومنين جاتوا هذه الجرأه والشجاعه؟ راه جاتوا هذه الجرأه والشجاعه لانه كاين سياده الافلات من العقاب. ولذلك بكل جرأه وبكل وقاحه ترشح باش يمثل المغاربه في واحد المؤسسه اللي غيدوز منها قوانين ديال حقوق الانسان، ديال حقوق المراه، غدوز منها الميزانيه ديال هذيك الوزارات كاملين. غيلقى راسو واحد النهار جالس مع رئيس المنتدب المجلس على السلطه القضائيه، غيلقى راسو جالس حدا وزير العدل، غيلقى راسو رئيس الحكومه. هذه راه معضله كبيره في البلاد. نخليو مصريه ونصوص المال العام يتحمل المسؤوليات العموميه. راه مشكل كبير في البلاد، راه خطر على البلاد، راه ماشي خطر علينا حنا كجمعيه. حنا كجمعيه كندوروا الدور ديالنا والرساله ديالنا كنأديوها، ورانا سولتوا هاد الاعضاء الجمعيه حتى حاجه ما مشات لهم، حتى حاجه ما ضاعت لهم. بالعكس نؤدي ضريبه في هذا الشيء، نتحمل العديد من المخاطر، نتحمل العديد من المصاعب والمتاعب اللي البعض كتعرفوه والبعض ما كتعرفوهاش. ورغم ذلك مصممون على اداء رسالتنا بدون مزايده. حنا ما كنزيدوا على البلاد وما كنزيدوا على التحد، بكل موضوعيه نطرح القضايا والملفات بكل موضوعيه. على السلطه القضائيه ان تتحمل المسؤوليه، ماشي وقت ما تحنا في شي صحفي وشي واحد كتب تدوينه نعطيوه 3 سنين ولا 4 سنين ونهبطوه دغيا ونغبروا يشقف، وقت ما تعلق الامر المفسدين ونصوص المال العام يبقاو تيدوروا في المحاكم 5 سنين و10 سنين و15 عام. واش عرفتوا رئيس البلديه بوزنيقه عطاو 4 سنين موقوفه التنفيذ؟ زي معنا تيقولوا لي حنا هذا الشيء اللي عندك هنا ثابت مقتنعين به، ولكن العقوبه اللي كتستحق 4 سنين موقوفه التنفيذ. هذا راه الحماق، هذا راه الحماق في هذه البلاد. راه ما عرفت انا فين جارين هذه البلاد هذه. ملي وليو نصوص المال العام تيمشيو على برا باش يصرفوا على نزاهه الانتخابات بلدان افريقيا، ملي كنقدموهم في الانتخابات وتيقول لك الاصل هو البراءه. وعلاش واحد تيدير جمعيه كتقول لي حق عندك سوابق؟ وعلاش ملي تبغي تقدم الانسان شي كونكور كديروا عليه البحث وكنجمع الملف ديالو كامل؟ وعلاش وزاره الداخليه ملي كتحل الملف في المحكمه الاداريه ضد شي عضو او رئيس جماعه كتوقفوا حالا عن مزاوله المهام تيبت القضاء؟ علاش هاد الاحزاب السياسيه كيقول تيتدرعوا بالبراءه، تيتدرعوا بالاصل البراءه لانه ديالهم، لانه ولا في هاد الاحزاب وما تنعممش، ولاو عندهم كليان، ولاو عندهم الاعيان هما اللي تيفرضوا على الاحزاب داكشي اللي بغاو. لانني انا بغيت نترشح الحزب تيقلب عليا، عندي الناس، عندي الكليان، عندي كتيقلب، انا كنفرض شروطي على الحزب
تنقول لهم غنكون وكيل اللائحه، اللي غيكون معايا في اللائحه فلان وفلانه، بغيت رئيس جهه، بغيت رئيس غرفه، قبلتوا هذا الشيء مرحبا، ما قبلتوش انا ما نمشيش معكم. الحزب يرضخوا، الحزب شوفوا في الزمن فين وصلنا، الحزب يخضع للصوص المال العام والمفسدين. في الوقت الحزب يتحول لمدرسه ويتحول لواحد المؤسسه اللي كتدافع على قيم النزاهه وديال الاخلاق وديال القيم الكبرى، ولينا شفنا احزاب سياسيه كتدافع على المفسدين وناهبين المال العام. على حتى واحد ما نعرف الشيطان يقول للمبدع سير في حالك ما ترشحش. بغى يستقوى بالمؤسسات، ولات الناس كتستقوى بالمؤسسات. واحد العدد منهم دابا نعطيكم واحد المثال، قسما بالله الا واحد العدد منهم ورث ما قدش يمشي في حالته، حتى يقول غير غادي نمشي في حالتي الخصوم ديالي غيجبدوا لي الدوسي ديالي، ولذلك مصمم يبقى في انتخابات تيموت، غادي يبقى تيترشح وتيترشح وتيترشح تيموت. خاص الدوله توقف هذا الشيء، خاص الدوله توقف هذا الشيء. وزير العدل تيقول لك الجمعيات حقا ما يقدموش الشكايات، ما يقدموش كذا، هذه كارثه كبرى. واش الدستور تينص على دور الجمعيات والاهميه ديالها وفي المقاربه التشاركيه في تقييم السياسات العموميه؟ واش المغرب صدق على اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد سنه 2007 والتزم مع الامم المتحده في مجال مكافحه الفساد، وضمن هذه الاتفاقيه فيها الدور الحيوي والبارز للمجتمع المدني في مكافحه الفساد، وينوض وزير العدل يقول لك نمنعوا هذه الجمعيات ونحكموا عليهم ب10 سنين. واش هذه بلاد؟ هذه واش هذه بلاد؟ راه هو اللي خصو يخوي البلاد، خصو يمشي بحالته. راه الحماق في هذه البلاد. واش الناس اللي ولاو صادقين ما بغاهم حتى واحد؟ الناس اللي بغا يخدموا البلاد واللي بغا يدفعوا البلاد لقدام ما بغاهم حتى واحد. نقلبوا على اللص. علاش وزير العدل عمركم سمعتوا وزير العدل هضر على تجريم الاطراء غير المشروع؟ ياك تيبلبلوا تيغوت تيقول لك غنمشي للبرلمان وغنفرض قوانين اللي هذا وكذا. عمركم سمعتوا وزير العدل قال لي غنمشي للبرلمان غادي نجبد هذاك تجريم الاطراء غير المشروع، لان كاين شي بانديه وشي بزناسه وشي سماسريه خارجين على البلاد وداو الثروه البلاد خصني يمنعوهم ما يترشحوش. هاد الاحزاب عمرها اجتمعت وقالت نصدروا شي قانون يمنع الاحزاب ترشح الناس اللي كتحوم عليها شبهات فساد. سمعنا هاد الاحزاب او هاد وزير العدل قال نقترحوا قانون نراجعوا قانون ديال التصريح بالممتلكات. هادشي ما تيقولوش، ما مصلحتهمش. الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد وضعوها من 2015 غتستمر حتى 2025، رصدوا لها مبلغ ديال 18 مليار ديال الدرهم. فينا هي؟ تلفوا لها الاعطار، غبروها. رئيس الحكومه عمرو جاب فمو ما بغاش تقاد فيه كلمات محاربه الفساد، ما بغاش تقاد ليه لا هو لا ناطق رسمي باسم الحكومه. واش هذه اراده سياسيه باش تمشي البلاد لقدام، باش نحاربوا الفساد وتخرجوا تناوموا الناس علاش تيغوتوا؟ والفقر قلتوا لهم صبروا للتضخم، قال اسعار ما كاين مشكل. قلتوا لهم الجفاف بنيوي في البلاد وخص البلاد تستعد وكذا وكذا ونتاقلموا مع الجفاف. كتهيئوهم الان باش يستعدوا يتاقلموا مع الفساد، باش المغاربه يتاقلموا مع الفساد ويتاقلموا مع الجفاف ويتاقلموا مع التضخم. وسنه فين غاديين بهذه البلاد؟ هاد الاستثمارات اللي بغيت تشوفوا فين غاديين بها؟ ملي تولي الصفقات العموميه تحت الارض، ملي ولي الطرقان ديالنا كيتقادوا يومين 3 ايام تيتحفروا، ملي يولي السبيطار ومؤسسات تيتبناو شويه كيبان لك مشققه، ملي يولي طريق السير كدوز عليه 4 سنين وكتلقى فيه الاشغال خدامه الصبح عشيه، ملي تلقى لك المطرات تبنات وبغات تريب، ملي تلقى تقارير المجلس على الحسابات تيتعرضوا على هذوك المتهمين اللي معنيين بها. اليوم قدموا تقرير قدام الناس اللي معنيين به وصفقوا ليه. واش كاين شي شجاعه اكثر من هذه؟ واش كاينه شي شجاعه في بلاد تقرير ديال المجلس على الحسابات يتقدم في البرلمان المؤسسه الدستوريه اللي كتشرع في البلاد وكتراقب الحكومه، يتقدم قدامها تقرير وهذوك الناس اللي يتخاطبوا فيها قدام العداوي تيصفقوا ليها؟ علاش؟ لانه عارفين بانه ما تقيسهم حتى حاجه، عارفين بان الناس الدراوش والفقراء هما اللي غيمشيو للحبس. حنا راه ما كنطالبوش بالحبس، حنا راه ماشي بغينا نمكروا بالناس، ماشي حنا ضد الحريات ولا ضد حقوق الانسان، ولكن لا للتمييز في القانون. ما تحقروش على ولاد الناس ولاد الشعب، تحقروا عليهم وتخليو السماسريو البانديه كبار تيدوروا وتقول لنا راه فتحنا بحث وفتحنا تحقيق وسير الى يوم الدين. راه ديال بلديه الهرهوره الا عقلتوا على بلديه الهرهوره درنا فيه ملف، راه تيدور ذاك الملف ديال مات الرئيس مازال ما تحاكم حتى واحد.
واش هذه بلاد اللي فيها التمييز في القانون؟ حنا كنطالبوا القانون يسري على الجميع، الناس يسري عليهم القانون على الجميع. راه الشعب قهرتوه وراه خرجتوا عليه، راه بالغلاء وبالوضع الاقتصادي المتأزم والبطاله الناس كتفكر تحرق. راه واحد عدد الناس يخرجوا على برا، راه كتسيئوا البلاد، راه الناس كيهضروا على برا وتيديروا اللايفات ويديروا الفيديوهات وكتنوضوا لهم علاش كيهضروا. راه انتم اللي كتكفروا الناس في البلاد، راه السياسه ديالكم اللي كتكفر الناس في البلاد، اللي كتخلي الناس يهاجروا يهربوا، اللي كتخلي الفقر يكون، اللي كتخلي البطاله تكون، اللي تخلي المراه تولد قدام السبيطار. راه الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه خانقه، ما تزيدوش على الشعب، ما تكثروش عليه. بركه من الفساد والرشوه والخواض والتخربيق. هذا الشيء راه والله مرق، راه الشعب والله تعيق، راه والله تعيقين بهذا الشيء. راه كون هبطوا واحد 30 واحد في هذا المغرب بحال مبدع، قسما بالله كلشي كيتكمش. وبالمناسبه فراسكم كاين برلمانيين ملي تهبط مبدع قالوا هذا الشيء ماشي معقول، ما كذا فين غاديين تهددوا البلاد، تهددوا الدوله. زعما حنا خدام الدوله خدام البلاد وبغيتوا تصيفطونا. نصيفطوك حيت ما كان عندك والو، وليتي 10 ملياردير في الجهه وفي الاقليم وفي المدينه ديالك، وليتي درتي حرفه ديال المنعش عقاري. كلكم دايرين حرفي، تيخسروا فلوس في الليالي وبزاف ديال الحوايج، وتيسافروا على برا وما عرفت اش تيديروا كاع لوين الكحل. وتجي هنا وتاخذ الميكرو وتقول واننا سنقوم بكذا وكذا. اش غتقوم؟ باش ما يتقوم؟ واش الناس غيتيقوا فيهم؟ راه الشعب راه الشيء راه تورق، والله تتفضح وتورق هذا الشيء. راه الشعب ذاك المواطن البسيط جارديان راه ولا تيعرف هذا الشيء. اذا ما تدفعوش الناس للياس، ما تدفعوش الناس للاحباط، ما تدفعوش المؤسسات تكون في مواجهه مع المجتمع، ما تخليوش المؤسسات تكون في مواجهه مباشره مع المجتمع. رجعوا الثقه للناس وخليوا العمل ينتعش وخليوا جسر العمل للمستقبل. راه الا استمريتوا في هذا الوضع راه نحن في خطر، راه الملفات 15 سنه راه لا يعقل عباد الله. 15 سنه راه عندنا ولد غادي الا كان بدا الدراسه غيكون تيقرا في لافاك دابا. شكون اللي يعقل على هذا الملف كاع اش فيه وشكون اللي متابع فيه وشنو التهم اللي فيه؟ شكون اللي يعقل عليه؟ واش كازينو السعديه ملي تخلقنا وهو تيدور ولا هذا الشيء حشومه؟ عيب يوقف، خصو يوقف. راه الفساد خصو يوقف، راه السلطه القضائيه خصها تتحمل المسؤوليه في هذا الشيء، وخصهم يديروا واحد الاستراتيجيه يرجعوا الاموال المنهوبه. ملي قلت لكم الحبس ديالهم راه عندنا ما نديروا بهم. راه كون كان داروا شي دوله اخرى بحال شي دول اخرين اللي داروا واحد القضيه، اجي الشريف عندنا تقرر، عندنا كلشي. هذا الشيء منين درتيه؟ كيفاش درتيه؟ ولا تبت لينا انت كي درتي ليه؟ ما بغاوش يديروا تجريم الاطاعه غير المشروع، ديروا لهم تبييض الاموال. راه تبييض الاموال دابا واحد العدد منهم الله يديروا لهم تبييض الاموال ما يبقى عندهم حتى حاجه، حيت عنده ما عنده باش يثبت. تيشري واحد المحل تيمشي يدير القهوه، تيدير كلاريش الشيفر دافير طالع، قهوه كيجلسوا فيها 15 واحد 30 واحد، واخا ما مدخلوش باش يبين بانه الفلوس دايره وراه عنده، باش غدا ملي نسولو يقول لي ها الشيفر دافير اللي كانت تدير القهوه. واش عرفتي اللعب فين وصل؟ دايرين مشاريع تيديكلاريو ارقام طالعه، باش ملي يقول لهم كذا يقول لي حكا درت واحد ريستورون اوتيل وكذا وكذا، ها الشيفر دافير ديالي ها هو بالوراق، ها الضريبه ديكلاريتي، ها الكونطابل حطهم. ما هذا الشيء راه صحيح. اذا هذا الشيء راه مخصوص. اذا استراتيجيه ارجاع الاموال المنهوبه، اجيو الناس حطوا داك الشيء اللي داو الله يعاونهم، يديروا معاهم كيديروا مع الدول الاخرى. ما نرهقوا قضاء، ما نرهقوا جمعيات، ما نرهقوا حتى حاجه، وهنيونا من هذا الفساد ونحلوا هذه الجمعيه ونمشيو نجلسوا نرتاحوا. ولكن باش ما تعاقبوا الناس، ما يمشيو الناس للحبس، ما يرجعوا الفلوس. يلا واحد عطي يدير 4 سنين سورسي ولا عامين سورسي، فين غادي؟ كاين واحد الملف ديال واحد البلومبي في هذه المدينه، ها هو باقي تيدور 15 مليار وفلوس كثيره وباقي تيدور وتيدوي. وكانوا الناس راه مشكله في هذه البلاد. واش ولينا وعد اخذت عليكم بالله دابا غدا بغينا نحكموا وزراء وولات وعمال، كي غنديروا كبار المسؤولين؟ دابا واحدين مع رئيس مقاطعه، ودابا هذه بلاد اللي فيها رئيس مقاطعه شفار وبالوراق وما مشاش للحبس وما رجعش الفلوس. راه ما تدفعوش الناس لليأس والإحباط.
خليونا ندافعوا على المؤسسات ونتشبتوا بالمؤسسات، والبلاد تمشي لقدام وبتدرج ودقه دقه وبشويه بشويه وتنراكموا في الاتجاه الايجابي. ماشي من دابا 10 سنين تقولوا للناس ثاني فشلنا. ما حق هذا الشيء ما صدقش. كيفاش ما صدقتش؟ واش حنا كنعجنوا؟ راه ما صدقش، حيت الفساد الريعي والرشوه والخواض والتمصير والافلات من العقاب، والدستور فيه ربط المسؤوليه بالمحاسبه ما كايناش، الدستور فيه الناس سواسيه من القانون ما كايناش. بزاف ديال واش شفتوا شي حد في هذه المدينه دخل الحبس؟ ما دخلوش الحبس، هما باقي تيسيروا، هما تيسيروا. ولكن دابا يمكن يعسوا على اي واحد دابا قال شي هضره يقول لي حكا قلت هذه الهضره تبتها. ما تلقوش ما تخليوش الناس تكفر. اذا الاخوان معذره، وكيل راه طولت كاع اكثر من اللقيت، اسمحوا لي.